السلام بنات، كيف دايرين؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله اقتراحات جديده. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. اول حاجه كيف ما تعودتوا معايا في الفيديوهات، كنبدا بالتحديه. خديت هنايا كميه من البسكويت ديال التوابل اللي كنت خدمت معاكم في الفيديو السابق اللي قبل من هذا اللي داز. خديت كميه يعني ماشي مضبوطه، وانما القياس اللي غادي نبغي انا. طحنتها هكا في الهشبر، نيلتها مهرمشه غليظ، يعني ما نيلتهاش مزيان، غير شويه. خديت الكؤوس اللي غادي نقدم فيهم هاد التحليه، درت قياس ديال معلقه كبيره عامره مزيان. ومن بعد عندي هنايا واحد السيرو اللي انايا دائما كنخدم السيرو كنخليه في الثلاجه، فيه قياس السكر. مثلا كاس تاع السكر كندير ليها كاس ونص ديال الماء، اولا 2 كيسان ديال الماء على حسب. والفاني كنخليهم حتى كيغلي مزيان وكيتقال. من بعد كنكب شويه من هذاك السيرو فوق داك البسكوي، وكنخليه على جنب باش ما يجيناش البسكوي ناشف. خديت انا كميه من الكريمه السائله طربتها، ومن بعد زدت عليها ياغورت اولا دانيت كراميل، وكنطرب مزيان حتى كنحصلوا على كريمه اللي هي عاقده، ماشي قاصحه بزاف وانما كريميه. كنديرها في البوش ادوي بحال هكا، كندير واحد الطبقه اللي هي لا باس بها، يعني باش تجينا باينه. ومن بعد كنغطي بالبسكوي. غادي نعاود نكرر نفس العمليه، غادي نعاود ندير البسكوي ونزيد عليه شي شويه ديال يعني بحال غادي نفزقوه شويه اولا نرطبوه شويه بداك السيرو. ومن بعد غادي نزيد عاوتاني كميه ديال الكريمه حتى نتحصلوا على واحد الطبقات اللي هما يابانين. غادي ندير ليها غير بحال هكا، ما غندوش البوش، فقط اني نوريك عليه باش يجينا بومبي، يعني نتحصلوا على كريمه اللي هي بومبي في الوجه ديال الكاس. غادي نوضعهم في الثلاجه حتى كتبرد مزيان، ومن بعد غادي تشوفوها معايا في الطاوله ديال التقديم. بالنسبه للطبق ديال كبسه ديال الدجاج، عندي بصله مشلضه، فلفله خضراء، شويه ديال الخرقوم ملدي، عطريه ديال الكبسه، عندي الثومه بودره. هنايا عندي الهيل، حبات ديال الهيل، 2 حبات ديال حامض اللومي، وعندي قرفه عواد، وريقه تاع سيدنا موسى، والملح. في طنجره ديال الضغط غادي ندير البصله مشلضه، غادي نزيد عليها كيف قلت لكم 3 د الوريقات حتى 4 ديال ورقات سيدنا موسى، شويه ديال الملحه والحامض ديال اللومي، وعويضات ديال القرفه، شويه ديال الثومه بودره. وغادي ندير 2 معالق كبار عامرين ديال التوابل ديال الكبسه، وغنزيد عليها شويه ديال الزيت، وغنوضعهم فوق النار حتى كتدبل هذيك البصله مزيان وكتشحر مزيان مع ديك العطريه. والعطريه كتطلق النسمه ديالها، يعني كتبقى تقلى مزيان مع هذيك البصله. من بعد غادي نضيفو الدجاج. اللي بغى يضيف اللحم في عوض الدجاج كتجي حتى هي بها مزيانه. انا غادي نديرها غير بالدجاج، كيعجبني انايا الكبسه تاع الدجاج كتعجبني احسن من ديال اللحم. غادي نقلي مزيان هذاك الدجاج في دوك التوابل حتى كيتشربها مزيان مزيان، كنبقى نقلبوه من الجهتين. ومن بعد غادي نضيف عليه، هنايا عندي حبه ديال مطيشه محكوكه، وغادي نضيف عليها تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال مطيشه ديال الحك، ونخلطهم مع بعضياتهم. وغادي نزيد الفلفله الخضراء اللي مقطعه قطع رقيقه، وغادي نزيد عليها الماء. تقريبا غادي ندير واحد الاطر ونص ديال الماء بحال هكاك. غادي نخليها، غنزير على الكوكوط، وغادي نخليه حتى كيطيب الدجاج مزيان، ونخليه على جنب. هنايا خديت نص كيلو، عندي هنايا نص كيلو ديال الرز بسمتي. ممكن تعوضوه بالرز بلاصي اللي بغيتو. انا متوفر عندي البسمتي، فانا غسلته مزيان ومن بعد خليته ترقد. بما يطيب ليا الدجاج راه البسمتي كيترقد في الماء. من بعد غادي نزول هذاك الدجاج بعد ما طاب، غادي نزيد عليه داك الرز بسمتي، وغنعاود نزيد واحد 2 حبات ديال حامض اللومي، وشويه ديال العويضه د القرفه، وغادي نزيد عليها معلقه كبيره ديال توابل الكبسه، ونبقى نحرك مره مره حتى كيطيب هذاك الرز، كيجي بحال هكا، يعني ما كيجيش معجن. كتبان لكم ان الحبه ديال الرز كتجي مفتته، يعني ما ملصقش. هذا الرز ضروري خاصو يكون يجي بحال هكا مفرز. من بعد غادي نوضع الدجاج بعد ما حمرته في الفران، فانا حمرته في الفران. غادي نوضع هذاك الدجاج يتحمر، ونزين برقائق ديال اللوز اولا اللوز محمر، شويه ديال الربيع. غادي ندوزو الاقتراح الاخر. عندي هنايا خبيزات انا كنت درتو في الدار، ان شاء الله غادي نشارك معكم الوصفه ديال هاد الخبيزات هادو في فيديو اخر. عندي هنايا الطون ديال الزيت، عندي كاشير محكوك، مايونيز. المايونيز انا كنصايبو غير في الدار. كنخدم بديال البيض، اللي بغيتو ديروا ديال الحليب كيجي حتى هو مزيان.
عندي خيزو محكوك، مطيشه مقطعه شرائح، البصله مشلضه، كورنيشون حتى هو مقطع بشكل طولي، الزيتون خضر مقطع، عندي الخس حتى هو، وعندي البيض مسلوق. ممكن ديروا هذاك الباغيت الصغير اولا الباغيت الكبير وتقسموه حتى هو على جوج. انايا خدمت هاد الخبيزات هادو، يعني كنت عاجناهم من قبل ودايراهم في المجمد. فالحجبه كتبقى اختياريه، داكشي اللي بغيتو. ممكن تزيدوا حتى الذره حتى هي معلبه، ممكن تكتفيو بشي حاجه يعني اللي هي قليله، ما ديروش المرتدين، لا اللي يعجبكم. كيجي على هاد الشكل هذا. هاد الخبيزات هادو كيجيو رطبين بزاف بزاف صراحه، غادي يعجبوكم. كندهن بالمايونيز، كندير شويه ديال الثوم، من بعد غادي نزيد عليه خيزو محكوك في الحكاكه الرقيقه، وشويه ديال البيض، يعني البيض مسلوق مقطع دوائر، شويه ديال مطيشه، شويه ديال البصله اختياريه اللي كيبغيها، غير هي كتجي زوينه صراحه في لي ساندويتش، كتعطي واحد البنه زوينه. ومن بعد كنرافق هذا الطبق هذا اولا هاد لي ساندويتش، فانايا كنرافقهم بطاطا مقليه اولا بطاطا فريت. وحنا كنعرفوا ان لي ساندويتش كيبغيو البطاطا فريت صراحه. ندوزو للعصير. العصير غادي يكون ساهل، يعني ما فيهش خدمه بزاف، فقط غادي ناخذ العصير تاع الليمون. عندي هنايا اطرو تاع عصير الليمون، غادي نزيد عليه المونغ. صافي، هذا هو العصير ديال هذا النهار اليوم. يعني ما فيهش شي ما كاينش شي اجتهاد اللي جديد. غنطحنهم مزيان مزيان ويتقدم بارد بطبيعه ديال الحال. الاقتراح الاخر هو السيجار بالكفته. خديت مقله، درت فيها شويه ديال الزبده وشويه ديال الزيت، غادي نشحر فيهم تقريبا واحد البصله، درت انا في الهاشوار يعني واحد الكميه ديال البصله. ومن بعد غادي نخليها حتى كطيح مزيان. من بعد غادي نزيد عليها فلفله الوان. عندي هنايا الصفراء والحمراء، انايا كنقطعهم وكنديرهم في المجمد باش ما يخسروش. كنحاول انا نحلهم مزيان حتى كيطلقوا هذاك الماء ديالهم. من بعد غادي ناخذ هنايا عندي علبه ديال الشامبينيون، ممكن تستعملوا المعلب، انا كان متوفر عندي المعلب. الا بغيتو ديروا الفطر الطري حتى هو كيجي زوين في هذه الوصفه. كنشحروهم مزيان. هنا انا ما درتش التوابل نهائيا في الاول. غادي نضيف عندي هنايا الكفته، يعني الكفته على حسب اشنو بغيتو، يعني الكميه كتبقى راجعه ليكم. كنفرتتها مزيان باش ما كيجوش فيها دوك الطروفه كبار. كنزيد تقريبا واحد معلقه كبيره ديال صلصه الصوجا، معلقه صغيره عامره مزيان ديال بودره ديال التحميره فيمي، شويه الملحه وشويه ديال البزار وشويه ديال الكمون. صافي، هادو هما التوابل اللي غادي نضيف فيها ونشحرهم مزيان مزيان يعني حتى كتنشف مزيان هذيك الكفته. كناخذ الورقه ديال البسطيله، انايا هنايا كنستعمل الورقه الكبيره، كنحيد هذوك الجوانب اللي هما انايا ناشفين. ومن بعد كنقسمهم على شكل مثلثات كيف ما كتلاحظوا معايا، يعني بحال الورقه كنقسمها على 4. من بعد غادي ناخذ كميه من الحشوه وغادي نجمع عليها الجوانب. ضروري الورقه ندهنوها بشويه تاع الزيت غير باش ما تجيش ناشفه وصافي. كنشكلو على الشكل، على هاد الشكل هادو ديال لي سيجار اولا لي نام. تبارك الله، راه كلشي ولا كيعرف كيفاش يدير هاد لي سيجار هادو اولا يخدم الورق. نحاولوا اننا نجيبوهم كاملين بحال بحال، يعني كلهم يجيو مقادين. صافي، من بعد كنلصقوهم شويه ديال الماء والدقيق وكنستفوهم بحال هكا. الا بغيتو تحتفظوا بهم في المجمد الحين حتى تبغيو تخدموا بهم. من بعد كناخذ شويه ديال البيض، كنزيد عليه شويه ديال الملحه، كندوز فيه هذوك لي سيجار. من بعد خديت هنايا عندي الشابلور بالاعشاب، اولا ممكن ديروا غير الشابلور العادي حتى هو مزيان ونقليوهم. وهادو هما الاقتراحات اللي درت معكم اليوم، ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم. خفاف وظراف. تحليه بعد ما زينتها بصوص كراميل وقطع من البسكويت، جات لذيذه لذيذه بزاف الصراحه. داك البسكويت بنين بزاف. الكبسه ديال الدجاج زينتها برقائق اللوز كيف قلت لكم، ممكن ديروا اللوز صحيح وشويه تاع الربيع. هنايا رافقت لي ساندويتش بالفريت. ولينا ملي خدمت معكم بالكفته بعد ما قليتهم، هو هذا الشكل ديالهم. نتمنى ان الوصفه ديال نهار اليوم ينالوا الاعجاب ديالكم. خليتكم على خير والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.